من النجوم الشباب اللي كان لينا معاهم عدد من اللقاءات. تعالوا نشوف قالوا لنا ايه. النهارده بالظبط اليوم اللي قبل الاخير من فيلم عمود فقري. ناقص لنا يوم كمان وننتهي من تصوير فيلم عمود فقري خالص. احنا تعطلنا شهور ظروف يعني كان عندي علا غانم سافرت 3 شهور فاضطرينا نأجل التصوير شوية. دخل علينا شهر رمضان فأجلنا شهر. بعد كده المنتج سافر برضو شهر ونص، فهو ده الوقت اللي تأخرنا فيه. لكن الحمد لله يعني احنا عاملين منتج كويس، فيلم كويس، فيلم محترم، فيلم كوميدي ان شاء الله هيبقى ليه شكل مختلف عن الموجود. طالعه في شخصيه زينب، بنوته المفروض ان هي اخت محمود، ومفروض انها عانس وائل. تمام، المفروض انها عانس بسبب الفقر وبسبب ان اخوها مش عارف يجهزها، فبنعالج مشكله كبيره جدا في قلب الفيلم في شخصيه زينب. أنا عامل دور محمود، الشاب خريج كلية آداب، حد مجتهد ونفسه يبقى حاجة، يعني نفسه يعمل حاجة لحياته عشان هو مسؤول عن أمه وعن أخته. الحظ ما بيحالفوش في كل شغله، فقر كتير في كل عمل بيروحه، ما بيقعدش أكتر في أي شغلانة أكتر من يوم. بس ده مش نتيجة إن هو حد فاشل قد ما هو الحظ. وهنا بس بنفس ستريس على حتة إن الشباب اللي بتسعى وبتحاول في الآخر بتوصل لحاجة. يعني بعمل شخصية، مش عايزة أحرق قوي يعني، لكن هو مورال الفيلم مخطوبة لجاري في نفس العمارة، عندنا وائل علاء، عندنا غية حمام فوق السطوح، هي دي متعته الوحيدة وهي دي هوايته الوحيدة اللي بيعملها، مع فقر الفرص ومفيش شغل وضيق مادي غير عادي، وبنحب بعض بقالنا 8 سنين، مش عارفين نتجوز. فرص الجواز المتاحة قدامنا ان احنا نعيش مع اهله او مع اهلي، فبالنسبة لنا الحلين كوابيس. بقرر اني اقنعه ان نستغنى عن غاية الحمام اللي هي الحاجة الوحيدة المتعة لينا في حياتنا، في مقابل اننا نبني عمود بانر كبير اعلانات اللي بيتحط عليه الاشعة الضوئية دي وبتاع والشمسية، وننوره ونأجره ونعيش.